بعد أن تم التصويت على كابينة السيد محمد الشاع السوداني واختيار الوزراء من الكتل ومن الأحزاب وحسب المنهج الذي يعمل عليه السيد السوداني، عليه هناك أمور كثيرة وستواجهه عقبات ومعرقلات كثيرة. على السوداني أن يحتوي هذه المشاكل بالكابينة الوزارية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، وعليهم أن يتحملوا ما يدور في الشارع العراقي. المواطن العراقي بحاجة إلى تعليم، إلى صحة، إلى خدمات، إلى توفير فرص عمل، إلى حصة تموينية، إلى أن تكون هنالك علاقات حسن جوار مع بعض الدول التي تتجاوز على الإقليم وتقصف الإقليم كتركيا وإيران. هذه حقيقة واقعة لا ننكرها. هنا هذه الكابينة الوزارية التي تتكون من 23 وزير عليها أن تنهض بالمسؤولية. أمامها تحديات كبيرة جدا، وخصوصا عدم وجود الكتلة الصدرية، عدم وجود ثوار تشرين، عدم وجود المستقلين. فبالتالي انحصرت هذه الكابينة بين تحالف سيادة والبارتي والإطار التنسيقي، ومن الممكن إعطاء وزارة للمسيحيين أو للتركمان. هذه لا نعرف بها لأن أكو وزارتان الآن مؤجلتان. إضافة إلى ذلك هنالك أمور كثيرة على السيد السوداني بما أنه تبنى هذه الكابينة وتحمل المسؤولية. عليه أن نعبر بما يدور في العراق إلى جهة الأمان، إلى أماكن أكثر راحة للمواطن العراقي. المواطن العراقي يحتاج إلى كل شيء. المواطن العراقي من سنة البرلمان كان معطل، من سنة لا شكلت، يعني سنة وثلاث أيام أو 5 أيام يلا شكلت الكابينة الوزارية من الانتخابات عام 2022 شهر العاشر على ما أظن، العفو 21 شهر العاشر لحد 2000 شهر العاشر 2022. هذه سنة وياها كم يوم، يعني سنة مرت من عمر العراقيين. هنا على السيد السوداني أن يحتوي الأزمات، أن يسرع ببعض الأمور، وخصوصا البطاقة التموينية وخصوصا الكهرباء. بالرغم من أن هناك وجود وزارات أنا أعتبرها فائضة. لماذا 23 وزارة؟ من الممكن أن نختصرها إلى 19 وزارة، ندمج بعض الوزارات، لأن نحن ليس بحاجة إلى وزارات كثيرة، نحن بحاجة إلى عمل. ماذا نعمل بوزارة لا تخدم العراق والعراقيين؟ نعم، رغم أن الأسماء عليها كما يقولون الأحزاب تقول عليها بعض الشوائب، نحن لا يهمنا ما هذه الأسماء، لكن يهمنا بأن يكون الوزير بمستوى المسؤولية ومستوى الوزارة. نعم، هنالك أمور إدارية كثيرة، هنالك كثير من الأشياء التي يجب أن تعالج، المحسوبية، القرابة، النسابة، كذلك هناك العلاقة مع الإقليم، العلاقة مع الجانب السني، العلاقات مع الدول الجوار، العلاقة العربية، العلاقة مع إيران، مع تركيا، كلها يجب أن تكون في الحسبان. لماذا؟ لكي نبني دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، دولة قانون. هذا هو المطلوب من السيد السوداني. نعم، أقول له التوفيق، رغم ما نحن لدينا الآن بعض التشاؤم من بعض الوزارات، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد العراق عن المشاكل. وشكرا لكم.